فاحنا ارخص بلد فيها طير. تفاصيل صغيره جدا هي اللي بتفرق بين طير وطير تاني معمول عليه شغل بقاله سنين. فاهمني ان الموضوع مكلف بزياده. عايزين حاجه عصريه، نصيحه عصريه من باشمهندس محمد. طالما هي ناجحه معاك يبقى هي خلاص صحيحه بالنسبه لك، مع الوقت هتوصل لعصفور كويسه. والبلان بتاعتك كانت ايه بالظبط اللي انت توصل للحته دي؟ كل واحد يعني يربي اللي هو عاوزه. وبص، هو كله في الاول وفي الاخر بادجي، تداخل في الجينات كده مع بعض، ده مع ده سبب الكلام ده كله. تلاقي بيض محبب مثلا تبقى العصفور فوق السنه. بس الموضوع طلع قعد من كده بكتير. دلوقتي عند المحطه التانيه بتاعتنا في محافظه اسكندريه. باشمهندس محمد، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. الناس كلها فاكره يا جماعه ان الانجليزي او الهجروم عباره عن ريش وحجم عصفور وبس، بس الموضوع طلع قعد من كده بكتير. باشمهندس محمد، كلمنا كده. بسم الله ما شاء الله، انا شايف عندك مستويات كويسه. لو انا عايز اطور من نفسي كحد عنده او بربي بادجي او كده او مربي لسه جديد، تمام. ازاي يوصل للمستوى ده؟ كلمنا كده. انت اول حاجه في البدايه ما ينفعش كمربي لسه هتبتدئ تخش في حاجات يعني جامده في المستوى، هتتعبك شويه في التفريغ، عايزه خبره كبيره. فممكن تبدا الاول بحاجات منظومه كويسه، من اشكالها كويسه وتنتخب منها، وتبدا تدخل انت على انجليزي، سواء انجليزي قرع او انجليزي بفولل. يعني ما ابداش زي يعني ما اجيبش مثلا، ما اروحش اشتري مثلا مستوى زي كده على طول وادفع فيه الرقم ده. لا ما ينفعش تنصح اي حد يعمل كده لا بايه؟ طبعا كمبتدئ واحده واحده يبتدي كده الاول بحاجات هاديه الاول في السعر، وحاجات مستوى كويس، ويجرب فيها ويتعلم وياخد خبره في التفريغ، في العلاجات، في الامراض، في الكلام ده كله. ياخد خبره كويسه ويتعلم الطفرات، يتعلم الوراثه، يتعلم التصنيفات، يتعلم كل ده. بعد كده يبدا ينقل على الحاجات الاعلى، عشان بس ما يتضرش في بدايه المشوار بتاعه. طيب، بسم الله ما شاء الله. يعني المستويات دي اللهم بارك، ربنا يوسع على حضرتك. عايزك تقول لي ايه المشاكل، اكتر مشاكل اللي بتواجهك في تفريخ العصافير ما شاء الله الهجروم، واللي هي بالمستويات دي خاصة كمان، اللي احنا بنتكلم في عصافير ما شاء الله هجرومه. احجام، تركيبات احجام كويسة من حاجات زي الفيس والدبل او البلاك وينج. فعايز اعرف ايه المشاكل او معظم المشاكل اللي بتواجهك او هتواجه اي حد هيدخل في الحتة دي. بص، هو عموما اول ما هتعلى بالعصفور الفولر ده عموما هتعلى بيه، هيبدا يقابلك المشاكل في الانتاج، زي مثلا الترويق. فاهمني، الترويق ده مثلا بيبقى كتير في موضوع الذكوره دي. بالذات في مهما الاحجام. بقى هتقص مش هتقص، هتدي محفزات مش عارف إيه كل ده، هي كده كده انت يعني ورزقك فيهم على قد ما هتعمل. النصيحه التانيه في الموضوع، بس الحاجات الاحجام دي تبات العصفور فوق السنه، الذكر اللي هتشغله يبات لازم فوق لازم السنه. يعدي السنة. اه يعدي السنه، عشان جربنا شغلنا قبل كده بيبقوا متعبين شويه. الافضل انه يقفل سنه عندك وبعد كده تبدا تشغله. ده بالنسبه للذكوره. بالنسبه للنتي، تلاقي بيض محبب مثلا، بيض طري، بيض صغير. طب ده بيك... بيبقى ناتج عن ايه طيب يا هو باشمهندس؟ مشكله الطفره لما عليت الفلل لما دخلناها على الانجليزي عملت المشاكل دي. طب لو انا حد جاي لك عايز يربي، او حد بيسالني عايز يربي انجليزي، وحد تاني عايز يربي فلل، وحد تالت عايز يربي فلل هجرومه، انت تنصح ده وده وده، او تنصح اصلا بايه؟ وبص، هو كله في الاول وفي الاخر بادجي، لكن كل واحد حسب ما هيحب هو هيربي ايه. فاهمني، في واحد بيبقى مايل للانجليزي اكتر، ده بيحب الانجليزي بس. في واحد مايل للفلل وطفراتها والواناتها والكلام ده. في واحد تاني عايز يعمل ميكس بين الاتنين، انجليزي فلل. كل واحد يعني يربي اللي هو عاوزه. فاهمني، بس هي كلها دايره مكمله بعضها. يعني انا مثلا عندي مثلا فلل، لازم يبقى عندي انجليزي اقرع عشان ادخل على ده على عشان الانجليزي تطور وابدا بيه اطور يعني. منه. نفس الكلام انجليزي فلل، فهو لازم يبقى عندك التلاته، بس في باب منهم هيبقى اكتر في العدد، وباب تاني بابين ثلاثه كده للتطوير. يا باشمهندس محمد، في ناس كتير بتبقى عايزه تربي، وفي ناس ما شاء الله بتشوف حضرتك، يعني ناس كبيره واسامي كبيره بتيجي تاخد منك طير ما شاء الله، ربنا يوسع عليك. انا اعمل ايه عشان اوصل، او انا كمربي لسه بيبتدي اعمل ايه عشان اوصل اللي انا الناس الكبيره زي الناس اللي في مصر وبره مصر يجوا ياخدوا مني طير؟ ايه اللي انا اعمله او ايه اللي انا اشتغل عليه؟ انت عملت ايه واشتغلت على ايه؟ والبلان بتاعتك كانت ايه بالظبط اللي انت توصل للحته دي؟ بص، هي بتيجي واحده واحده. تمام، مش هتيجي معاك من يعني على طول. واحده واحده، انك بدي مثلا بدايه كويسه، عارف خطوط ضم طيرك، عارف انت شغال على ايه وشغال ازاي، وايدك فيهم دايما. يعني انت مثلا مش السنه دي مثلا انت مربي فرخت شويه عصافير خلاص انت كده واقف عليهم، لا. كل سنه لازم بتطلع جزء كبير من عصافيرك، بتخلي عدد قليل، وتدور تحاول تدور على الاعلى منهم او زيهم، بس بحيث تغير دم ويكونوا برضه حاجات دمها كويس.
ومع الوقت وانك تفضل تطور في تدخل علوم انجليزي او انجليزي فلل، مع الوقت هتوصل لعصفور كويسه. طيب يعني عايزين نعرف البروتوكول اليومي بتاعك مع العصافير عندك كده، ممكن تكلمنا عنه؟ بص، هو عندك في موضوع التغذيه او التربيه عموما ده، كل واحد فينا ماشي بطريقه، وكل واحد فينا طريقته مريحاه. طالما هي ناجحه معاك يبقى هي خلاص صحيحه بالنسبه لك. تمام. انا بالنسبه لي كل يوم نفخ الاكل وتزويده لو حاجه ناقصه، تنظيف للطير، تغيير الميه طبعا كل يوم، سواء بقى بمكمل غذائي او فاضيه يعني نضيفه. انت قلت في البدايه ان انا استخدمت بروتوكول معين مريحني مع الطير بتاعه، والطير بتاعي كويس، فخلاص اذا بالنسبه لي ده هو انجح حاجه بالنسبه لي، حتى لو حد تاني بينصح بحاجه تانية او هو جرب حاجه مفيش أي تانية. مشكله. لكن في حاجات ممكن تديها وقائيه خفيفه كل فتره كبيره من قبل ما اي حاجه تتكون في وسط العصفور، لكن مش عمال على بطال تدي ادويه. فاهمني؟ طيب عايزين حاجه حصري بقى، تقول لنا على حاجه حصري للمتابعين والناس اللي هي بتفكر اللي هي يعني تجرب او لسه داخله الهوايه. عايزين حاجه عصريه، نصيحه عصريه من باشمهندس محمد. بالنسبه للتربيه ولا بالنسبه بالنسبه لكل حاجه، تربيه او سوق. تمام. تربية أو سوق النهاردة، يعني أفضل حاجة في تربية الطفرات عموما كلها الحاجات المطلوبة، عشان أنت هتبقى متربي وبتصرف كتير على الطير، عايز برضه إيه، عائد مادي يغطي التكلفة وإيه، ويعني ويجيب حق اللي أنت بتعمله ده. فاهمني؟ لأن الموضوع مكلف بزيادة. فاهمني؟ أنت عندك النهاردة طفرات كتير بتتصدر وعليها طلب كتير بره، لأن إحنا بسبب يعني نزول العملة والكلام ده، فإحنا أرخص بلد فيها طير بالنسبة للطفرات، وأكتر بلد فيها طفرات. غير بقى الألوان والطفرات والكلام ده، يستحسن إنك تطور في مستوى العصفور، ده أهم بقى من كل الألوان دي. يعني زي ما بنقول اللي هو يبقى شق للهوايه وشق تاني بالظبط تجاري. كده. الهواية بقى هتركز بقى هنا بقى في الجانب بقى اللي هو التطوير والإنجليزي والفلل والكلام ده. مواصفات العصفور نفسه عامه طبعا يعني. مواصفات بقى سكه تانية. حتى الالوان دي برضو يستحسن ان تبقى عصافير شكلها حلو، مش عشان مجرد مثلا هو مثلا فول العادي بيتسلم او بصدر منه يبقى شكله وحش، لا. يستحسن يبقى دماغه مظبوطه، كتفين حلوين، شجر، عصفور مفرود، عصفور فيه شكل كده وصحه وريش. وزي ما شفنا مع باشمهندس محمد، الموضوع مش مجرد طير شكله حلو بس، تفاصيل صغيره جدا هي اللي بتفرق بين طير وطير تاني معمول عليه شغل بقاله سنين. ودي كانت مجرد محطه في جولاتنا وفي سلسلتنا، وخليك فاكر انا بعمل كده عشان هدف اللي انت تبقى مربي فيه.